بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده حاجه حلوه قوي، حلوى البطيخ بالجيلي. الحقيقه الطريقه سهله خالص وبسيطه، والمكونات كمان بسيطه. بنحاول ان احنا نقشر القشره اللي هي الخضره ديت، وبناخد الجزء الابيض بس عشان يبقى سهل معانا في التسويه. النتيجة حلوة وهتعجب أولادك إن شاء الله، وهتعملي حاجة نظيفة وكويسة في البيت للأولاد، والطريقة سهلة زي ما احنا قلنا. بعد ما قشرنا قشر البطيخ بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، ممكن تقطعيها مكعبات أو شرايح زي ما انت عاوزة شكليها. هنجيب شرايح البطيخ، وعلى البوتاجاز في حلة هنضيف باكو الجيلي، وهنضيف نص كوباية مية وربع كوباية سكر. لو انت حابة ان الطعم يبقى حامض او فيه لسعة جميلة كده، ممكن تضيفي نص معلقة ملح ليمون. لو انت مش عايزة خلاص مفيش مشكلة، ممكن ان انت تستغني عنها. هنخلي النار ما تبقاش عالية قوي عشان قشر البطيخ برضو ياخد راحته في التسوية، وكل شوية هنقلبه لحد ما المية او الجيلي يبتدي ان هو يجمد معانا. النتيجة حلوة زي ما احنا قلنا، واتمنى ان انتي تجربيها، وما بتاخدش مننا وقت. هنقلبها كده زي ما احنا شايفين مرة واتنين لحد ما تستوي معانا. خلاص هي ابتدت ان تلف معانا هيت. بعد كده هنجيب نص كوباية سكر، وهنبتدي ان احنا ناخد شريحة بشريحة او قطعة بقطعة على قد ما نقدر، ونلفها في السكر اللي موجود. طعمها حلو قوي على فكرة، وهنستفيد من قشر البطيخ بدل ما احنا بنرميه. حاولي تسلكيها كده لانها بتبقى تلزق مننا لحد ما نلفها في السكر. بتبقى بالشكل ده يا حبايبي. بعد كده هنحطها على رف التلاجة تجمد، وبعد ما بتجمد بتبتدي ان هي تفصل من بعضها زي ما احنا شايفينها كده. اتمنى ان الطريقة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، وما تنسوش الاشتراك حبايبي. وبألف صحة وعافية يا رب.